اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. النهارده هنتكلم عن مشكله لو انت عندك راوتر في البيت، بس انت مثلا في حته بعيده عن الراوتر شويه، الاوضه بتاعتك بعيده، او واخد الباسورد بتاع الواي فاي من حد، وانت مثلا هو في الدور مثلا اللي فوق وانت في اللي تحت، فالواي فاي بتاعك ما بيكونش قوي. تعمل ايه؟ هنجيب الجهاز ده اسمه تي بي لينك اكستند، او ان هو بيمدلك، بياخد من الاشاره بتاع الواي فاي وبيقويها، بدل ما هي مثلا امتدادها مثلا 20 متر، لا بيخليها لك 40 او يخليها لك 50 كده يعني. فالراوتر ده مهم جدا، او الاكستنت ده مهم جدا، بيقدر يخليك ببساطه، بيخلي امتداد الواي فاي بيكون على مدى ابعد من الطبيعي. طبعا الفيديو هيكون بسيط، اتبع الخطوات عشان اقول لك هنعمل ايه، الخطوات بالظبط اللي هنعملها عشان نقدر ان احنا نربط هذا الاكستند او هذا الراوتر الصغير براوترنا الاساسي. والجهاز ده على فكره ثمنه حوالي، يعني تقريبا في منه انواع كتير، يعني ممكن يكون في حوالي 650 جنيه في الحدود دي، ممكن يكون اقل او ازيد، طبعا في منه انواع كتير. طبعا هنعمل لك كل حاجه بالتفصيل دلوقتي، وهشرح لك ازاي نعمله بالتفصيل، بس مبدئيا يلا نحطه دلوقتي في الفيشه عشان اوضح لك اول حاجه هنعملها ايه. يلا بينا. هنحط الجهاز في الكهرباء زي ما انتم شايفين، هنلاقي فيه لمبتين، لمبه الباور ولمبه السيجنال. تمام. هنحط اي حاجه رفيعه في فتحه ريسيت ونضغط لحد ما هنلاقي اللمبه الزرقاء، ولمبه تانية لازم تقلب اخضر او اصفر زي ما انتم شايفين كده، قلبت اهي وبعد كده طفت. هنا احنا عملنا ضبط مصنع او ريسيت للجهاز. ده هو الراوتر يا شباب اللي احنا كنا لسه عاملينه دلوقتي ستارت. زي ما انت شايف كده الجهاز هنا فيه زرار الباور وزرار للسيجنال او للاشاره، دي الدبليو بي اس بتاعته. هنا ينفع ان انت تدخل او تطلع منه مخرج ايثرنت عادي لاي لابتوب او اي كمبيوتر. وهنا الزرار بتاع الريسيت اللي احنا استخدمناه عشان نعمل الراوتر ريسيت ونبتدي في الكونفيجريشن بتاعه الراوتر. دلوقتي احنا هنحط الجهاز ده في الكهرباء، تمام، وهنبتدي مع بعض الاجراءات في من على الموبايل العادي. انا دلوقتي حطيت الجهاز في الفيشه ودوست على زرار الدبليو بي اس اللي انا وريته لكم عشان يديني لمبه السيجنال تكون منوره. طيب تعالى بقى ندخل هنا على الواي فاي وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. هندوس هنا على الواي فاي كده، طبعا هو ده متصل بالشبكه بتاعتي العاديه. هنا بقى ظهر عندي تي بي لينك اكستنت، هدوس عليها. لما هدوس عليها بقى اشوف ايه اللي هيحصل معايا. بيقول لي جاري الاتصال بالانترنت. هنشوف مع بعض هنعمل ايه بخطوات بسيطه جدا ما فيهاش اي عبقريه يعني. هنا بعد ما وصلت بالتي بي لينك اكستند قال لي الرساله دي: ان كنت تريد الاتصال بهذه سيبك من الكلام ده كله، قول له دائما الاتصال. تمام. دلوقتي تم الاتصال من غير الانترنت. حلو قوي. طب انا كده هنعمل ايه بقى؟ هقول لك نعمل ايه يا صديقي. هنجيب الكتالوج اللي موجود في العلبه. بص بقى معايا، ده الكتالوج يا شباب اللي بيجي معاه في العلبه. خلاص. بيقول لك الخطوات هتعمل ايه، سيبك من الكلام ده كله، انا هشرح لك الكلام ده كله، بس اهم حاجه دي بقى الكود اللي بيدخلك بيه على اللينك. طيب نعمل ايه بقى؟ نفتح الكاميرا بتاعتنا من الموبايل، الكاميرا العاديه جدا، مفيش اي اختراع هنعمله. دي الكاميرا، واعمل كده سكان. لما بتعمل سكان هو الموبايل بيقول لك اظهار خيارات الرابط، انسخ الرابط ولا فتح الرابط. قول له فتح الرابط. انت لما تعمل فتح الرابط هيظهر لك بقى هنا انت دخلت على الراوتر بتاع التي بي لينك اكستند. هنا بيقول لك دخل الباسورد اللي انت عاوز تدخله. هو دلوقتي من غير باسورد لان احنا عملنا له ريسيت او عملنا له ضبط مصنع. قول له مثلا 1 2 3 4 5 وكونفيرم او تاكد 1 2 3 4 5، وبعد كده تقول له ستارت. لما هتقول له ستارت بقى هيحصل ايه؟ بص بقى، بيقول لك هل تريد حفظ المرور؟ قول له ماشي اوكي. وبيعمل هنا بقى بدأ يدخل ويعمل سكان على كل شبكات الواي فاي اللي حواليه. لو ما ظهرتش معاك شبكة الواي فاي بتاعتك هنا قول له ريسكان اهي، ريسكان. هتدوس على ريسكان هيبتدي ان هو يعمل سكان اهو. تمام. عشان يبين الشبكة بتاعتك بتاعت الواي فاي الأصلية اللي احنا عايزين نربطها بيه. خطوات بسيطة جدا وسهلة، بس انت ركز معايا. تمام. هو دلوقتي بيعمل سكان اهو، هيظهر لك الشبكة بتاعتك. تمام. هتختار الشبكة بتاعتك وتقول له نيكست.
بعد ما بتقول له نيكست هو بيطلب منك هنا بقى ايه؟ الباسورد العادي بتاع الراوتر بتاعك. هتدخل الباسورد بتاعك بتاع الراوتر بتاعك وشكرا، انت كده دخلت على الواي فاي بتاعك. انت كده ربطت الراوتر بتاعك الواي فاي بالاكستند بتاعك، بتقدر ان انت بعد كده تستخدمه من غير اي مشاكل خالص. سواء انت دلوقتي لما هتيجي تدخل على الواي فاي هيظهر لك حاجتين، يا اما الشبكه الاساسيه بتاعتك يا اما شبكه الاكستند، الاثنين واحد والاثنين شغالين بنفس الباسورد. موضوع جدا بسيط وسهل. اتمنى ان انا قدرت اكون فدتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس، ولو احتجت اي سؤال ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي ليكم.